السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من قناتي. اليوم جبت لكم موضوع مهم ياسر، خاصة مع الدخول المدرسي. كامل راح نحسه بالضغط، قراية الولاد، طبخ، خدمة الدار الى ما اخره، وما نقدروش نسيطروا على كلش. السر اللي راح يسهل حياتك ويخليك تعيشي مرتاحة ويعاونك هو النظام. بيت منظم يساوي راحة نفسية، وبيت منظم يساوي عقل مرتاح. واليوم ماشي غير راح نحكي معاكم على الأفكار التنظيم، ولكن شاركتكم مشترياتي، خليكم معايا للآخر. هنايا درت هذاك المعرس، شريته راح المعرس تاعي، وهذو مزوج كانوا تاع الديكور، وشريت هذوك البورتمونجي وهذوك الكيسان البنات صار تاع الشموع. يعني حوايج بسيطة مستلزمات تقريبا يومية. راح نبدأ معاكم الروتين نتاعي باللمجة تاع بنتي، درتها. وبعد ما راحوا المدرسة توجهت للروتين تاعي اليومي البنات. احسن حاجة البنات كي يروحوا الاولاد ليكول ما ترجعيش ترقدي، الا ما اذا كنتي خلاص راكي كيما نقول قاضيه نص القضيه نتاعك كملتيها اللي باش تقدري. اما باش تلحقي انك تراجعي لولادك وتوقفي على بيتك، فمن المستحسن انك ما ترجعيش ترقدي. هنا البنات شوفي علاش البيت المنظم مهم جدا. شوفي اختي، كي يكون بيتك ديما منظم ونظيف راح تحسي روحك مرتاحة في عقلك قبل جسمك. ما تبقايش تجري وتضيعي في وقتك وتدوري على حاجة ضايعة منا وعلى الفوضى. ثاني حاجة الولاد رايحين يلقاو راحتهم كي يجلسوا ويراجعوا ويقراوا ويلقوا البلاصة الهانية. وحتى راجلك كي يدخل يلقى الجو هاني ما يوليش يزيد لك ذاك التوتر. بصح الاهم من هذا كل هو انتي. النظام يخليك تربحي وقت لروحك، وقت باش ترتاحي، باش تهتمي بروحك، وحتى باش تخرجي ولا تقري، ولا تديري حاجة جديدة تنمي بيها ذاتك. انا شخصيا نتبع الخطوات بسيطة ونضمن بها باللي الدار ديما واقفة. اول حاجة البنات ما تخليش الفوضى تتراكم عليك، اي حاجة رجعها لبلاصتها. لازم تدربي نفسك انه لو كانت تهزي كاس لازم ترجعيه لبلاصته، لو كانت تهزي حاجة صغيرة برك لازم ترجعيها في بلاصتها وفي وقتها. ثاني حاجة نقسم المهام. اكثر حاجه تعاون المراه هي التخطيط وتقسيم المهام. مثلا نهار نركز على المطبخ، نهار الثاني راح يكون على الصالو تاعي، نهار ماشي لازم كل يوم ننظف الدار كامله، ولكن راح يكون عندي تقسيم مهام وتخطيط اللي راح يوفر لي الجهد نتاعي ويوفر لي الوقت. ثالث حاجه البنات هي الولاد لازم البنات يتعلموا انهم يشاركوا. اول حاجه انهم يهزوا المسؤوليه تاع نفسهم، يرجعوا محافظهم لبلاصتها، احذيتهم، الملابس نتاعهم في بلاصتهم، وحتى انهم يساعدوني كي يكون هكذا مثلا ترتيب خفيف، ترتيب صغير، يعاونوا. تشاركيهم وتطلبي منهم المساعده باش يعاونوك. رابع حاجه واهم حاجه وهي يدي اليمنى قبل مثلا قبل ما نرقد، اللي هي روتيني الليلي البنات. لازم ندير ديك الدورة على الدار، في البيت نرتب، نرجع اي حاجة لبلاصتها. يعني وش نقول لكم، حتى لو كان مثلا عندي هكذا في الشتاء كي يعود النهار قصير صراحة يمكن اني كيما نقول نفوت هذيك النشاف على الدار في الليل. والصباح تعالي تشوفي كيفاش راح تلقاي الدنيا هانية ومرتبة، تفتح النفس. هنا البنات كي كنت ننظف وكنت مع الروتين نتاعي، صبت المطر، اللهم اجعله غيثا نافعا. نخليكم مع الاجواء اللي فيها ونكملوا الخامس حاجه. وخامس حاجه، كل حاجه عندها بلاصه.
أدوات أحذية، يعني أخلقي لكل شيء مكان مخصص. كي تجي باش تشري حاجة لازم راكي خلاص خممتي فيها وين راح تحطيها. هذه أهم نقطة راح تساعدك في روتينك مثلا اليومي، لأنك خلاص راكي حافظة كل حاجة بلاصتها، راح تروحي ديريكت عقلك ماهوش راح يتعب هذا الشيء وين راح تحطيه ولا هذا الشيء وين راح تديريه. ينقص عليك الجهد، الوقت، التفكير، لانه راكي عارفه كل حاجه بلاصتها. هنا البنات رغونت البوطاجي نتاعي، هذا هو كان الركن اليوم للبوطاجي تاعي. نظفته، مسحت له الفايونس نتاعو، حتى الفايونسات البنات اللي فوق هكذا كيما نقول غير زوج ولا ثلاثه. الواجهه راكم تعرفوا الزيت نتاع القليان والزيت نتاع الكوزينه كيفاش داير. وانا في الاخير البنات ديما باش نلمع الفايونس نتاعي ندير له منظف الزجاج ونمسحه بفوطه تكون مخصصه لهذا الشيء. غير كملت عاودت ديكوريت باشياء بسيطه للشيء اللي كاين هنايا البنات درتو. المهم يعطيني منظر منظر رايح العينيه. حبيباتي، النظام ماشي غير كماليات، راه سر من اسرار النجاح في حياتنا. كي تكوني ام منظمه ولادك راح يتعلموا منك التنظيم، ومع الوقت راح تشوفي النتيجه في قرايتهم، شخصيتهم، وحتى في راحتك انتي بحد ذاتك. النظام راح يعطيك طاقه ايجابيه كبيره، في بلاصه ما تحسي بالتعب من الفوضى تولي تحسي بالرضا. كي تشوفي دارك واقفه ومرتبه وريحه الراحه فيها. وخلي في بالك الأم المنظمة تربي جيل منظم وناجح. هذا موضوعنا اليوم. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا لي في التعليقات كيفاش تنظموا بيوتكم في وقت الدراسة. نستناكم في الفيديو جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.